26 مايو 2010 اليوم اللي مفيش زملكاوي هيحب يفتكره، والدخلة الأشهر في تاريخ الديربي وهي دخلة مزبلة التاريخ. وقصتها إن قبل الماتش الأمن بيقعد مع بعض أعضاء المجموعتين بيقول لهم عايزين نهدي الدنيا والدخلات تكون لذيذة ويكون في روح رياضية في التشجيع، يعني أكنه بيقول لهم كده العبوا مع بعض يا أولاد. طبعا نزور اللعيبة لأرض الملعب ووقت رفع الجمهورين للتيفو بنلاقي تيفو في المدرج السفلي في التالتة شمال عبارة عن كلمة ألتراس أهلاوي. قال لك فل قوي كده، خلاص كلنا نزلنا بالتيفو والأمور تمام. هوب يلاقوا التغفيله التمام من التراس اهلاوي، وبنلاقي فجاه التيفو القديم بيتسحب عشان ينزل تيفو تاني مختلف تماما مقسوم لنصين، نص يمين ونص شمال. على الشمال مرسوم لوجو الاهلي القديم والجديد ومكتوب فوقه نادي الوطنيه، وفوقه مرسوم علم مصر القديم وقت تاسيس النادي عام 1907. وعلى اليمين بقى حاطين لوجو الزمالك بالمقلوب ومكتوب نادي المختلط للانجليز فقط، وجنبها كلمه مزبله التاريخ، وفوقهم علم انجلترا وسط سباب وشتايم من جمهور الزمالك لجمهور الاهلي. ونسمع كلنا الجمله المشهوره الحقنا يا اسماعيل بيه. وطول الفتره دي كان بانر التراس اهلاوي الرسمي هو تالتة شمال بالانجليزي او بالفرانكو، يعني قبل طبعا ما تتغير بعد كده للعربي. بس الامن بياخده في ماتش مزبله التاريخ فالالتراس بيعمل بانر تاني بنفس الكلمه برضه بالفرانكو، بس الشكل بيكون مختلف شويه. وبالمناسبه الوايت نايت قال في الفتره دي انه خد البانر من جمهور الاهلي، بس ده ما حصلش طبعا يعني عشان هم زوروا وقتها بانر تاني.